التوتر مش في دماغك، التوتر في جسمك حرفيا. جهازك العصبي ما بيعرفش الفرق ما بين انك بتتهرب من خطر او متأخر على مكالمة زوم، هو بس بيسأل سؤال واحد: انا آمن ولا لا؟ كل مرة بتسكرول وانت بتاكل او بتعمل 1000 حاجة في نفس الوقت او بتحس بشد في صدرك وتتجاهله، جسمك بيفضل في وضع النجاة. واللي محدش بيقولك عليه هو انك ما بتخرجش من وضع النجاة ده لمجرد انك خلصت التودو ليست بتاعتك، بتخرج منه بس لما جسمك يحس بالامان الفعلي. ازاي؟ ببساطة: نفس بطيء، زفير اطول، تحس برجلك على الارض، تاخد بالك ان كتافك ما تبقاش متنية، تبقى مرتاح وسيبها تهدى. الحاجات الصغيرة دي هي الرسالة اللي بتقول لجسمك انا آمن دلوقتي، وساعتها جسمك بيبدأ يتحول من توتر لعلاج ومن مقاومة لتوازن. عملت فيديو كامل بشرح فيه بالظبط ازاي تدرب جهازك العصبي يخرج من حالة التوتر المزمن. لو مهتم اكتب كومنت كلمة توتر في الكومنتس وابعت لك الفيديو.